في العشرينات ديال القرن التاسع عشر حدا نهر ميسوري كان الكابتن أندرو هنري ناصب هو ومجموعة ديال الصيادين معسكر باش يجمعوا الفرو والجلود. هنري طلب من كبير الصيادين جون فيتزجيرالد يوجد راسو لرحلة الرجوع في الغد. وقريب المعسكر كان واحد الصياد شاب سميتو جيم بريدجر جا كيطلب المساعدة باش يهزوا معاه واحد الأيل كبير اللي كان صيدو. واحد المجموعة بدا كيضحكوا معاه وكيقولوا ليه غادي يجيو ملي طيب الماكلة. وسط هاد الضحك فجأة السهم ضرب واحد من الرجال. الخوف عم المعسكر كامل، كلشي كيجري ويتخباو ورا الشجر وكيبداو يدوروا بعينيهم في الغابة باش يعرفوا شكون اللي هاجمهم. ولكن أي حركة كيديروها كيكون فات الفوت. المجموعة ولات محاصرة وظنوا باللي الهجوم غير على الفرو الثمين ديالهم. والقائد بسرعة أمر الرجال ديالو يبقاو ثابتين في بلاصتهم ويدافعوا على المعسكر. صوت الرصاص بدا كيتسمع بين الشجر. الكشاف هيو غلاس سمع الطلقات من بعيد وجرى ورجع للمعسكر مع ولده هوك. وفاش وصل غلاس فهم الوضع بسرعة وطلب من الجميع ينسحبوا القوارب وهما باقين كيتقاتلوا. بعض منهم بقاو مغطيين على الآخرين والباقي جرى للنهر. الهروب كان فوضوي وبزاف منهم ماتوا في الطريق، وفي الأخير غير قلة اللي نجات. دفعوا القوارب ديالهم في نهر ميسوري وبداو كيبعدوا على الهجوم. المهاجمين كانوا مجموعة من السكان الأصليين معروفة باسم الري، ما كانوش باغيين الفرو بل كانوا كيقلبوا على بنت الزعيم اللي ضايعة وكيعتقدوا باللي شي حد خطفها وباعها، وهذا الشيء خلاهم يهجموا بلا تردد. وفي القارب الناجين مازال ما عارفينش السبب الحقيقي ديال الهجوم. غلاس بدا كيدرس الوضع ونصح الكابتن باللي خصهم يخرجوا من النهر حيت الا بقاو تما غادي يسهل على الاعداء يتبعوهم. فيتزجيرالد عارض الفكره وبقى مصر باللي النهر هو اسرع طريق للهروب، ولكن الكابتن قرر يسمع لنصيحه غلاس. هذا القرار خلق توتر خصوصا مع فيتزجيرالد اللي بدا الاحباط ديالو كيتحول لحقد. ومن بعد ما وصلوا لليابسه خباو الجلود ديالهم ووجدوا راسهم باش يكملوا الرحله على رجليهم وسط الغابه. فيتزجيرالد بقى كيتشكى في صمت وكيلوم القائد حيت بدل الخطه. شويه بشويه الحقد ديالو بدا كيتوجه لغلاس وولدو هوك، وبدا كيستفز غلاس وكيخرج اشاعات باللي غلاس قتل الضابط من قبل وكيلمح باللي دارها باش يحمي ولدو اللي عنده اصول باونيه. وقبل ما يكبر المشكل الكابتن تدخل وهدن الوضع. ومن بعد ما مشى فيتزجيرالد غلاس وبخ هوك وذكروا ما يردش على هاد الاهانات. رماو القارب ديالهم في النهر باش يشتتوا الانتباه ديال العدو. بدات المجموعه الرحله الطويله ديالها وسط البراري، وفي الطريق الكابتن اللي بقى فضولي سول غلاس واش بصح قتل الضابط. غلاس ما جاوبوش وبقى غير كيتمشى. ومن بعد بينما البقيه واقفين كيرتاحوا غلاس تقدم بوحدو باش يستطلع المنطقه. فجاه سمع واحد الحركه وسط الادغال، شد البندقيه ونيش على داك الاتجاه واكتشف باللي كانوا غير جوج ديال الدبابه صغار. على غفله خرج ليه واحد الدب وهجم عليه بشكل وحشي، بدا كينهش فيه بالمخالب ديالو على كل مره كيتحرك. غلاس حاول يقاوم ولكن بسرعه فهم باللي ما عندوش فرصه باش يتغلب عليه. في بلاصه ما يبقى كيقاوم بقى راكد وكيطاهر باللي مات. من بعد لحظات الدب بعد شويه. غلاس بصعوبه قدر يمد يدو للبندقيه ديالو وجمع اخر ما عنده من قوه وطلق عليه الرصاصه، ولكن الدب رجع هجم عليه من جديد ومزق ليه حلقه وخلى ليه جروح عميقه في الجسم ديالو. وحتى بهذه الحاله غلاس ما استسلمش، وبين ما كانوا كيتصارعوا قدر يطعن الدب بزاف د المرات، ومن شده العراك طاحوا بجوج من منحدر. وبعد شويه صحابو سمعوا صوت الرصاص وتبعوا مصدر الصوت حتى وصلوا لبلاصتو، وبسرعه بعدوا الدب من فوق غلاس. المنظر كان مرعب، حلقه ممزق، الجسد ديالو عامر بالجروح، ومع هادشي كامل بقى حي وما استسلمش. فيتزجيرالد شاف الحاله ديالو واقترح ينهيو معاناته بسرعه، ولكن الكابتن هنري رفض يتخلى على الكشاف ديالو وحاول يعالجه بأي طريقة ممكنة، وخلى غلاس يفقد الوعي باش يخفف عليه الآلام. ومن بعد بدا كيخيط الجروح ديالو بالمعدات اللي عندهم. وفي جهة أخرى من الغابة جماعة الري لقاو القارب المهجور وفهموا باللي المجموعة دخلات للغابة وولات الوجهة ديالهم واضحة، فبداو كيتبعوا آثارهم وسط الشجر. وفي ديك الليل الزعيم ديالهم تلاقى مع صيادة فرنسيين باش يتبادلوا السلع، عرض عليهم جلود مسروقة مقابل خيول وأسلحة. الفرنسيين تردوا في الأول حيت ما كانوش باغيين يفرطوا في خيولهم، ولكن ملي فهمهم الزعيم باللي غادي ياخدهم بالقوة إلا رفضوا في الأخير وافقوا.
الرحلة ولات أصعب وأبطأ بزاف. الرجال بداو كيتناوبوا على حمل كلاص وكيتحركوا من بلاصة لبلاصة بأوامر الكابتن، وحتى فيتزجيرالد بقى مكمل معاهم رغم أن الصبر ديالو بدا كيتسالى. وملي وصلوا لجبل طالع بزاف قضى عليهم التعب وبداو الخلافات بيناتهم. واحد المجموعة بقيادة فيتزجيرالد قالوا باللي ما قدروش يبقاو بهذا الوضع، خصوصا مع اقتراب جماعة الري. ومع غياب أي حل الكابتن تقبل الواقع المر، قرر ينهي حياة كلاص معتقد باللي هذا هو الحل الوحيد. ولكن ملي جات اللحظة ما قدرش يديرها. عوض هادشي عرض $100 لأي واحد بغى يبقى مع كلاص حتى يموت. بريدجر وافق وقال باللي غيبقى معاه بلا ما ياخد حتى ريال، وحتى هوك رفض الفلوس وفضل يبقى مع باه. فيتزجيرالد بقى كيشوف فيهم ومن بعد قال باللي حتى هو غيبقى، ولكن بشرط ياخد المكافأة كاملة ديال كل شيء. الكابتن تردد حيت ما كانش كيتيق فيه، ولكن ما عنده خيار آخر. وفي الأخير خلى كلاص تحت رعايتهم وكمل طريقه مع البقية، وهو حاس بثقل القرار اللي خداه. دازوا الأيام وكلاص بقى كيتصارع بين الحياة والموت، والسخانة شاعلة فيه. وسط الألم بدا كيسمع صوت ولده كيردد نفس الكلمات اللي كان قالها ليه من قبل. بقى كتقاتل مادام أنك حي. ومع هاد الكلمات الذكريات بداو كيرجعوا ليه. تفكر الماضي ملي الجنود هجموا على القبيلة ديالو وحرقوا كل شيء وقتلوا مرته، وتفكر كيفاش كان شايل ولده الصغير وهو مجروح وكيقول ليه يبقى حي وما يستسلمش مهما وقع. ودابا نفس الكلمات كيتقالوا ليه. وفي هذا الوقت فيتزجيرالد بدا كينفذ الصبر ديالو نهار على نهار، لدرجة أنه وجد واحد القبر صغير وهو مستعد لداكشي اللي كيظن باللي غادي يوقع. وملي بريدجر سولو على الإصابة اللي في راس كلاص جاوبوا فيتزجيرالد ببرودة وقال بلي جماعة الري غالبا غادي ياخدوا فروة راسو حيت غادي يحسبوه ميت. ومن بعد ملي مشاو بريدجر وهوك للنهر باش يجيبوا الماء ويصيدوا الحوت، بقى فيتزجيرالد بوحدو مع كلاص وشاف الفرصة قدامه. قرب منه وبدا كيهضر معاه، قال ليه بلي لا بقاو كتر بهذا الوضع غادي يموتوا كاملين والافضل ليه يخليهم يمشيو. ومن بعد طلب منه يرمش الا كان مستعد ينهي ليه حياته. كلاص حاول يقاوم وبقى بعينيه محلولين، ولكن الجسم ديالو ما تحملش. عينيه تسدوا ببطء باش ارتاح، وفيتزجيرالد فهمها على انها موافقه. شد واحد الشرويطه وضغط بها على فم كلاص باش يخنقه. وفي ديك اللحظة رجع هوك وشاف اللي واقع وضربه على راسه. بدا كيعيط على بريدجر اللي كان مازال بعيد شوية، وقبل ما يوصل شي حد فيتزجيرالد سد فم هوك بيديه وطعنه في كرشه. كلاص ما قادر لا يتحرك لا يهضر، وبقى غير كيشوف ولده كيموت قدام عينيه. ومع الليل رجع بريدجر وهو جايب الحوت وما عرف شنو وقع. سول على هوك، ولكن فيتزجيرالد بدا كيسولو هو الاخر وكيدعي باللي هوك كان معاه. بريدجر تحير وما فهم والو. وفي الصباح بكري فيتزجيرالد فيق بريدجر وهو مرعوب وكيقول ليه باللي محاربين الرين قربوا يوصلوا. الخوف شد بريدجر وما بقاش عارف شنو يدير. بلا تضييع الوقت جروا كلاص حتى للقبر الصغير ودفنوه حي وهو كيقول ما بقى حتى وقت. ومن بعد هرب وخلى بريدجر يتبعه. وقبل ما يمشي بريدجر تردد لحظة وخلى قرعة ديال المحضة كلاص. داز الوقت وما بان حتى أثر للري. وبمعجزة كلاص بدا كيتحرك من جديد، غير بدراع وحده ورجل وحده اللي خدامين. بدا كيجر راسو بشويه من وسط التراب والثلج. كل حركه كانت كتعذبو ولكن بقى مستمر. وفاش كان كيزحف لقى جثه ولدو هوك طاح داها وحزن عليه بشده. وفي الصباح اللي من بعد فيتزجيرالد وجد راسو يكمل الرحله وكأنه ما وقع والو، ولكن هو كيهضر غلط في الهضره ديالو وذكر عدد مختلف ديال المهاجمين. بريدجر انتبه للتناقض وشك فيه، نيش عليه بالبندقية وطلب منه يقول الحقيقة. وفي الأخير فيتزجيرالد اعترف باللي ما كانوش الري، وقال باللي كذب غير باش ينقذ راسو وينقذ بريدجر، وباللي لا بقاو مع كلاص كانوا غادي يموتوا كاملين. وزاد قال ليه خاصو يشكروا على اللي دار. وملي شاف فيتزجيرالد التردد ديالو حيد ليه البندقية ونيش عليه، ومن بعد ضغط على الزناد، ولكن البندقية ما كانش فيها الرصاص. في هذا الوقت كلاص قرر يبقى حي مهما كان الثمن، واللي بقى كيدفعو هو الانتقام. وهو غير بدراع ورجل وحده بقى كيزحف وسط الغابة، وكان كياكل أي حاجة يلقاها وحتى بقايا الحيوانات الميتة باش يبقى عايش.
وكل خطوة صغيرة كانت كترجع ليه شوية من القوة. وفي الخلف جماعة الري وصلوا أخيرا للمعسكر المهجور وفهموا باللي قربوا بزاف لهدفهم. الخطر كان كيقرب شوية بشوية، ومن بعد معاناة طويلة وصل جلاس للنهر جراند اللي كيربط مع نهر ميسوري. هبط حدا الماء باش يشرب، ولكن الجرح اللي في حلقه خلى الماء يسيل منه، وفهم باللي لا خلى الجرح بلا علاج غادي يموت، وخدا قرار مؤلم بزاف. حط البارود على حلقه وشعل فيه العافية باش يوقف النزيف. دازوا أيام وهو عايش حدا النهر، والجسم ديالو بدا كيرجع ليه النفس شوية بشوية، وحتى قدر يوقف على رجليه ولو غير لحظات قليلة. ولكن الخطر رجع من جديد. وصلوا رجال الري للنهر بلا ما يعرفوا باللي جلاس مخبي قريب منهم، وما كانش عنده وقت يتخبى. رمى راسو في الماء وخلى التيار يديه بعيد. السهام بداو كيطيروا وراه في الهواء، ولكن قدر يتفاداهم والنهر بقى كيجرفوا بعيد. ومرة أخرى جلاس نجا من الموت. وفي بلاصة أخرى فيتسجيرالد وبريدجر بقاو مكملين الرحلة ديالهم وسط داكوتا. وفي واحد المرحلة دازوا من قرية مدمرة، وبين داك الخراب لاحظ بريدجر واحد المرأة. وقف شوية وعطاها الماكلة بهدوء، ومن بعد كمل طريقه وخلى وراه لحظة صغيرة ديال الإنسانية وسط هاد الجحيم. وفي هاد الوقت جلاس كان مرتاح حدا النهر وغارق في نوم متقطع. الأحلام ديالو تخلطات فيها الذكريات ديال مرتو والقرية ديالو اللي تحرقات. وفجأة فاق ولاحظ حوت عالق في بركة قريبة. بلا تردد شد وحدة وكلاها نية باش ترجع ليه شوية ديال القوة. ومن بعد سمع حركة، تبع مصدر الصوت، ومن بعيد شاف قطيع ديال البايسون كيهربوا والذئاب كيطاردوهم. بقى مخبي وكيتسنى بصبر حتى تسالي المطاردة باش ياخد البقايا. ولكن في ديك الليلة واحد آخر وصل قبل منه، راجل بوحده من قبيلة باوني، خوف الذئاب وخدا طور البايسون الميت. جلاس قرب بحذر وبالإشارات فهموا باللي غير باغي ياكل. الراجل فهموه وشارك معه اللحم. وفي الصباح راجل باوني شاف حجم الجروح ديال جلاس وراه قلادة المخالب وفهموا شنو وقع. الراجل سمع ليه ومن بعد قال باللي حتى هو دمرات القبيلة ديالو، ولكن ما كيآمنش بالانتقام وهاد الطريق ماشي ديالو. وكان ناوي يمشي للجنوب باش يقلب على اللي بقى من قومه. جلاس قرر يتبعه حيت حس باللي هاد الطريق هو أسرع وسيلة باش يكمل. وفي نفس الوقت فيتسجيرالد وبريدجر وصلوا أخيرا لحصن كيوا وتلاقوا مع باقي المجموعة. وكما كان متفق فيتسجيرالد كذب على الكابتن هنري وقال ليه باللي هوك ضاع في الغابة، وجلاس تدفن بطريقة محترمة. الكابتن صدق القصة وشكرهم حيت بقاو معاه وعرض عليهم المكافأة وحتى فلوس زيادة لبريدجر. ولكن بريدجر رفض ياخدها حيت الذنب كان كيأنب فيه من الداخل، وبلا ما ياخد حتى حاجة مشى بوحده وهو ما قادرش ينسى باللي خلاو جلاس حي. بدا التلج كيطيح، جلاس وراجل باوني بقاو ماشيين وسط التلج. العاصفة تزادت بقوة وفي الأخير طاح جلاس وسط التلج والجسم ديالو ما بقاش قادر يتحمل. ولكن راجل باوني رفض يخليه، بنى ليه مأوى صغير وحاول بكل الطرق ينقص ليه السخانة وبقى حداه وسط الظروف القاسية. دازوا أيام وجلاس بدا كيتشافى بشوية بشوية، وملي فاق لقى الماكلة حداه وفهم باللي الراجل سبقه. تبع الآثار ديالو على أمل يلحق به، ولكن اللي لقى وقف ليه الدم في عروقه. راجل باوني تقتل على يد نفس الصيادين الفرنسيين اللي كانوا تاجروا مع جماعة الري من قبل. جلاس تخبى وكيراقب المعسكر من بعيد حتى طاح الليل، وملي جا الظلام قرب بهدوء وهو ناوي يسرق واحد العود ويهرب به. وقدر يوجد العود، ولكن شد انتباهه مشهد آخر. واحد من الصيادين كان كيتعدى على امرأة من السكان الأصليين. جلاس وقف لحظة ومن بعد خدا القرار، شد واحد البندقية وحطها على راسه وفرض عليه يحبس. المرأة استغلات الفرصة وطعناته بموس، وفي نفس الوقت جلاس طلق النار على صياد آخر ومن بعد هرب بسرعة فوق العود. وهو كيبعد طاحت منه قرعة الماء ديال بريدجر بلا ما ينتبه. في الصباح لحقوا به الري وهاجموه بلا سابق إنذار، وجلاس بدا كيدفع العود بقوة وهو كيدافع على راسه. المطاردة ولات خطيرة وفجأة طاح هو والعود من جرف عالي. الأغصان نقصات من سرعة السقوط وبهذا نجا جلاس. ولكن العود مات، ومع البرد القارس اللي كيتزاد خدا قرار يائس، شق كرش ديال العود الميت ودخل لداخل باش نجيب راسه من العاصفة.
وصل واحد الناجي فرنسي وهو ميت بالبرد، كيتوسل باش يعطيوه الماكله وكيقول باللي صحابو كلهم ماتوا في الثلج. طلبوا منه يرجع الفرو اللي سرقوه، ولكن ما كان عنده ما يعطي. بينما كان الفرنسي كيفرغ الجيوب ديالو، لاحظ بريدجر قرعه الماء ديالو. سول الراجل عليها وشرح ليه فين لقاها. من بعد هادشي بداو بريدجر والبقيه يشكوا باللي هوك ممكن يكون باقي حي، وانطلقوا في الحال للبحث. ولكن فيتزجيرالد بقى في بلاصتو حيت كان عارف الحقيقه وقرر ما يمشيش. البحث استمر طول الليل، وفي الاخير لقاو شخص، ولكن ما كانش هوك، كان جلاس. في اليوم الموالي رجع الكابتن هنري يواجه فيتزجيرالد، ولقاه هرب وخد الفلوس من الخزنه. هاد الخيانه خلاتو كيتجه نحو بريدجر، حط البندقيه على راسو وبغى يصفيها ليه، ولكن هنري كبح الغضب ديالو وامر الرجال ديالو يسجنوه. من بعد اعتذر ليه جلاس على داكشي اللي وقع ليه. جلاس قال ليه بلي بريدجر بريء وما عرفش اش كان طرا، وطلب منه يحرروه. ومن بعد طلب بندقية وعود، عارف باللي فيتزجيرالد هربان. جلاس والكابتن بداو كيتبعوا الآثار ديالو في الثلج. المسار كان واضح وقدروا يتبعوا الآثار ديالو. في ديك الليلة هنري كان كيدوي على عائلته، ومن بعد سول جلاس على القصة ديالو. هاد المرة جلاس جاوب وقال باللي قتل واحد القائد حيت حاول يقتل ولده. في الصباح شافوا الدخان في الأفق وفهموا باللي فيتزجيرالد قريب بزاف. تفرقوا باش يغطيو المنطقة. جلاس وصل لبلاصة فيها نار شاعلة، كيبان باللي قريب، وفي نفس الوقت هنري طاح في الفخ وتصاب برصاصة. جلاس بسرعه مشى تفقد الامر، ولقاه مات ومسلوخ الفروه ديالو باش يبان كانه عمل ديال جماعه الري. هزو وركبوا فوق العود وكمل المطارده. من بعد استعمل جثه هنري كتمويه وحاول يجر فيتزجيرالد لبلاصه معينه، وفجاه فيتزجيرالد خرج وطلق النار. هنا كيدرك باللي طاح في الفخ. فجاه جلاس كيطلق عليه النار. فيتزجيرالد هرب منه ودخل الغابه. جلاس تبعوا بلا تردد حتى وصلوا لواحد النهر، ووقع بيناتهم قتال شرس بالسكاكين والفؤوس وحتى باليدين. القتال كان عنيف وكل واحد تجرح، ولكن جلاس بقى كيقاتل حتى غلبوا طيحوا للارض. وفي اللحظه اللي غادي ينهي فيه كل شيء وصلوا رجال الري. جلاس وقف وتذكر كلمات الرجل الباوني اللي ساعده من قبل، وبدل قراره وترك فيتزجيرالد ليهم. رجال الري خداو فيتزجيرالد وقتلوه، وجلاس بقى واقف كيشوف، ولكن ما اذاوهش. ووسطهم كانت البنت اللي عتقها من قبل، بنت الزعيم اللي رجعت للوطن ديالها. جلاس بقى بوحده وحس بالراحه من بعد ما برد الغليل ديالو. تخيل مرته كتشوف فيه وهي كتبتعد، بقى كيشوفها حتى اختفت، وبقى صامد وسط البريه. وهكا كتسالي القصه. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.